اهلا بيكم فيديو جديد من كابوريا ستيشن. انا عايز اتكلم على مسلسل 207 بقالي كتير، كنت مستنيه يخلص بصراحه عشان اتكلم عليه والاقي فكره مناسبه ان انا اتكلم عليه، لان انا بطلت مراجعات فمش عارف يعني لو قلت هتكلم على الجزء الثاني فلسه بدري قوي ان انا اتكلم على الجزء الثاني. فلقيت افضل فرصه ان انا اعمل مقارنه بين مسلسل 207 ومسلسل ما وراء الطبيعه. طبعا للي ما يعرفش انهم من نفس المؤلف، دكتور احمد خالد توفيق هو اللي عمل القصص دي، فبالتالي اقدر اقارن. واذا ما خدناش من الناحيه دي فاحنا هناخدها من ناحيه اللي هم تقريبا دولت افضل عملين رعب اخر فتره او في اخر 3 سنين مثلا. يلا بينا نبدا. مسلسل ما وراء الطبيعة كان عليه ضجة مش طبيعية، لأن ده أول مسلسل نتفليكس تعمله لينا في مصر، أو أول إنتاج تقيل. ونتفليكس ساعتها كانت غير دلوقتي، نتفليكس كانت ساعتها في قمتها، وكانت حاجة ايه ده يا جماعة، يعني حاجة يعني الناس اللي بينتجوا حاجات بره وحاجات مسمعة وسترينج سينجز ومش عارف ايه ودارك والكلام ده، أخيرا هيعملوا حاجة في مصر. وفي نفس الوقت هيعملوا حاجة مسمعة أصلا من زمان، من القصص الصغيرة بتاعت دكتور أحمد خالد توفيق. دي كانت عاملة ضجة، لكن للأسف واضح إن هو ما جابش المشاهدات اللي كانت نتفليكس كانت عايزاها أو متوقعاها، فما تجددش الموسم تاني. طبعا انت لو بتسأل عن الموسم التاني وبتفكر وايه اللي هيحصل مش عارف ايه، فانا عامل فيديو قبل كده بتكلم عن الموسم التاني، ممكن تقدر تشوفه دلوقتي. لكن بقى مسلسل 207 الحقيقة انا كنت شايفه مظلوم. اول ما اتعرض انا ما حسيتش باي حاجه، ومش بتكلم على كواليتي المسلسل، انا بتكلم على الناس، بتكلم على الشوارع، بتكلم على النت. ما حدش بيتكلم عن 207 في اول كام حلقه، ما حدش حس بيه خالص، ما كنتش حاسس بهايب ولا بضجه ولا ان الناس مدياله حقه، لان انا تابعت المسلسل ده حلقه بحلقه وبصراحه كنت مبسوط يعني. طبعا انا بكره فكره حلقه بحلقه، يعني كمقارنه مثلا مسلسل ما وراء الطبيعه انا خدتها في يوم، هو 6 حلقات في مسلسل قصير جدا موجودين في نفس الوقت. دي اجمل حاجه انا نتفليكس عاملاها في حياتها، يعني اللي هو بينزلوا لك مسلسل مره واحده فانت بتبقى بتاخده سهره، احيانا بتبقى مبسوط. الموضوع ده بيبقى لذيذ يعني، غير طبعا لما تستنى كل حلقه كل اسبوع. موضوع رغم ان هو دي مدرسه كلاسيكيه والطبيعيه لاي مسلسل او اي منصه او اي ستريمينج او اي قناه ايا كان، بس للاسف هي بقت ممله الفتره دي. لكن فعلا انا كنت مبسوط، كنت مبسوط جدا. 207 يا دوبك كنت ابص بصه كده على الناس، الاقي الناس ما حدش بيتكلم غير مثلا ايه ده، ريهام عبد الغفور، ريهام عبد الغفور وحواجبها مثلا، ده اللي كان عامل ها شويه. لكن بشكل عام ما كانش مسمع بامانه يعني، وده ببساطه مش علشان مسلسل ولا كواليتي ولا الكلام ده كله، هو ما كانش مسمع لان ما كانش نتفليكس، يعني ما حدش واخد باله ايه ده عمال شهاده اصليه. ماشي قشطه. غير بقى نتفليكس اللي هو اوبا اديله مش عارف ايه عالميا واول مسلسل عالمي ومش عارف ايه، الموضوع تقيل. فمبدئيا دي حاجه من الحاجات اللي ظلمت المسلسل، حته الماركتنج. المسلسل ما تعملوش ماركتنج حلو بامانه يعني. حاجه مثلا زي مسلسل بتاع عمرو يوسف اتعرض في اخر فتره، اللي هو وعد ابليس او عهد ابليس، اللي هو فتحي عبد الوهاب. انا فاكر قبل ما المسلسل ينزل ب3 4 شهور كان لازم افتح فيديو مثلا او حتى فيديو بتاعي، الاقي فتحي عبد الوهاب بسكسوكته الجميله كده وبيتكلم ان هو شيطان جميل ومرعب وهيموتنا من الضحك وفي الفتره الجايه ومش عارف ايه والكلام الجميل ده. في الاخر طلع كل ده على ما فيش يعني. بصراحه المسلسل قعد يتعمل له ماركتنج جامد بطريقه مش طبيعيه، وفي الاخر طلع مسلسل سيء. انا شفت اول حلقه والحمد لله يعني ما قدرتش اكمل. فهم اختاروا المسلسل الغلط يعني. مسلسل 207 لو كان اتعمل له ماركتنج جامد اعتقد كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. بس مسلسل 207 علشان هو مسلسل حلو جدا، وعشان مسلسل انا شايفه مسلسل مجتهد، وحسيت ان الناس دي عملت اللي عليها، عرف يثبت نفسه يعني. في خلال اخر كام حلقه انا كنت بشوف تريندنج على طول، واذا ما كانش ظبط نفسه من ناحيه القصه ومن ناحيه الاخراج ومن ناحيه الابطال ومن ناحيه الحاجات دي كلها، فهو ظبط نفسه في اختيار الكاستنج. يعني حلقتين بتوع اسماء جلال دول سمعوا يعني. انا ارفع قبعه بس مش هرفعها دلوقتي، واسقف. وان هم لا جابوا حاجه مثلا زي اسماء جلال، جت قعدت قلعت مش عارف برضو دي حاجه صايعه. لا يعني هم اي نعم دي كانت ماشيه في سياق القصه ومش عارف ايه، بس وبصراحه انا بشايفها مش انحدار مثلا في العمل او اللي هو يا جماعه انتوا بتعملوا كده ليه. لا ده تفكير ذكي، اللي هم برضو مسلسل رعب ومش عارف ايه، يجيب لك حاجه حلوه تلفت انتباهك
وفعلا كان المسلسل بقى ترند على طول. هي ظهرت في الحلقه الثامنه والتاسعه تقريبا، وهوبا ايه ده، ايه. فدي حاجه برضه تحترم. مش عايز اقعد اتكلم كتير قوي عن مسلسلين، بس انا لو هقارن بامانه انا عجبني مسلسل 207 اكتر من ما وراء الطبيعه، لان ما وراء الطبيعه مسلسل تقيل طبعا ويحترم، واذا ما كانش في كاست زي احمد امين او مثلا ان هو انتاج نتفليكس او ايا كان من الحاجات زي دي، فهو في مخرج تقيل في مصر ومن احسن المخرجين عندنا دلوقتي، وهو مخرج عمرو سلامه. عمرو سلامه مخرج تقيل قوي، يعني مش واخد حقه عندنا في مصر. الراجل ده عمل شغل حلو قوي في ما وراء الطبيعه، بس اللي ظلم المسلسل اللي هو 6 حلقات. 6 حلقات ما كانش يعني، بغض النظر هو عجبنا وبغض النظر ان انا مستني الموسم التاني لحد دلوقتي سواء هيتعمل او مش هيتعمل، بس برضو منسي، مش معلم معاك بامانه يعني مش، وده مش عشان الكواليتي قد ما هو 6 حلقات. 6 حلقات ما كانش ينفع تعمل قصص فرعيه خالص. يعني مسلسل 207 عمل قصص فرعيه، بس ده مسلسل 10 حلقات. انا اصلا مشكلتي مع اي مسلسل رعب من ايام مسلسل ابواب الخوف او سوبر ناتشرال او حاجات اللي زي دي، ان المسلسلات دي انا بحب القصه الاصليه بتاعت المسلسل ذات نفسه. انا بكره قصص فرعيه اللي هو يبقى كل قصه، كل حلقه قصه ومش عارف ايه. انا عارف دي حاجه جميله جدا وعارف ان دي حاجه مطلوبه من اي مسلسل رعب، وعالميا دي حاجه مطلوبه، بس انا بحسها بتهدر القصه الاصليه. اللي هو سواء مسلسل عربي ياخد نفسه ويعمل جزء تاني او يعمل جزء تالت او يقدر يكمل، فهو بيظلم قصته على حساب ان احنا نقدر نعمل قصص روشه مرعبه جدا كل حلقه. دي حاجه من الحاجات اللي ظلمت ما وراء الطبيعه لانه 6 حلقات. ومن عيوب برضو بالنسبه لي مسلسل 207، بس انا مش شايفها عيوب قوي في 207 لانه 207 زي ما قلت 10 حلقات، فلو عمل لي 4-5 حلقات قصص فرعيه فانت عندك 6 حلقات قصه اصليه. دي حاجه مهمه جدا بصراحه عندي. زائد كمان ان 207 فاجئني ان الناس اللي ورا الكاميرا انا مش متحمس ليهم خالص. يعني تقريبا المخرج محمد بكير ده اخر فتره اعماله مش حلوه خالص. يعني ما اعرفش، اشتغل عمل مسلسلين مع غادة عبد الرازق وعمل كام فيلم مش عارف ايه بايظين وبتاع، فللاسف ما كانش، لا مش عارف تم اختياره ازاي. وبصراحه عمل شغل حلو قوي، بس في نفس الوقت ارجع وابص بصه مثلا عن شغل محمد بكير اول حاجه عملها تقريبا كان موتن اكس، وبعد كده عمل طرف ثالث. فالراجل من اول ما بدأ كان بيثبت نفسه وعارف هو بيعمل ايه، واثبت ان هو مخرج كويس جدا. يعني موتن اكس وطرف ثالث من الحاجات اللي هتفضل معلمه فتره طويله جدا بالسنين، لان هو مسلسلين حلوين قوي واخراجهم حلو قوي. بعد كده باظ، فحلو ان هو رجع، دي حاجه بسطتني. زائد كمان ان حاجات اللي من ناحيه الكتابه ما وراء الطبيعه كانت ورشه، عمرو سلامه وكذا مؤلف ومؤلفه ومش عارف ايه، كان ورشه. هنا المؤلف واحد هو تامر ابراهيم للاسف برضو نفس الكلام زي محمد بكير كده، اعماله مش حلوه بقاله فتره وبايظه ومش عارف ايه. بس الحاجه المنطقيه اللي تخليه يعمل مسلسل حلو زي 207 هو ان هو اشتغل وهو صغير في مسلسل ابواب الخوف بتاع عمرو واكد. المسلسل ده من اعظم الحاجات الرعب اللي اتعملت في مصر، وللاسف طبعا سواء بقى عمرو واكد بسبب مش عارف ايه ايا كان ما اتعملش موسم تاني من ساعتها. فالموضوع فاجئني بصراحه. يعني انا اتفاجئت ب 207. ولو هتكلم بامانه يعني مثلا عيوب الاخراج وعيوب الكتابه في 207 اكبر بكتير من وراء الطبيعه. يعني في مثلا شويه اكشن كليشيه قوي، في شويه كرينج. ما وراء الطبيعه ما كانش فيه كرينج اعتقد، كان في افوره، كان في شويه رعب مش عارف. الفي اف اكس بتاع الحرق او حاجات زي دي كان معمول سيء في 207. هنقارن مثلا بمسلسل ما وراء الطبيعه، حاجات زي دي كانت معموله حلوه قوي لان ده انتاج نتفليكس. برضو مش احسن حاجه برضو، بس كانت احسن بكتير من 207. مفيش مقارنه في التقنيات بامانه يعني. بس انا بالنسبه لي انا مش ما يهمنيش تقنيات ولا يهمني تصوير ولا يهمني كادرات ولا يهمني اي حاجه من الحاجات دي. انا يهمني في النهايه القصه. 207 كيفني بصراحه، قصته احلى بكتير ما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه انا مش مهتم بالقصه قد ما انا كنت مهتم بشخصيه رفعت اسماعيل. انا مش فارقه معايا هو بيعمل ايه، مش فارقه معايا هو بيحقق في ايه، انا ماشي معاه رفعت اسماعيل. وبالمناسبه من الحاجات الجميله جدا في 207 ظهور رفعت اسماعيل، ظهور كاميو كده عظيم. انا بصراحه مش مجمع التايم لاين بتاع ما وراء الطبيعه بمقارنه ب 207، بس هم جابوه كبير في 207. فهل ممكن نمشيها الاثنين في نفس العالم بغض النظر عن تغيير الممثلين؟ يعني صعبه، بس عموما لو عملوها هتبقى حاجه عظيمه.
يعني حاجه زي دي برضو جميله، يعني حاجه زي دي خلتني كنت عايز اعمل فيديو ساعتها، اللي هو ظهور رفعت اسماعيل دي كانت حاجه كاميو جميل، فكان بيحقق في غرفه 207. فحسيت ان هم لا احنا يلا بينا نعمل رابطه بقى، ايه رايكم؟ بما ان في اشاعات ان ما وراء الطبيعه موسم تاني ممكن يتعمل على منصه شاهد، ودلوقتي 207 هيكمل على منصه شاهد، فيلا بقى نعمل عالم بقى دكتور احمد خالد توفيق و... وكله هيتبسط في الاخر، لان هو عنده حاجات ماتيريال يعيش لفتره طويله ويمتعنا. بس ففي النهايه يا جماعه الاتنين جامدين. ممكن تكون شايف ما وراء الطبيعه احسن، ماشي ده منطقي، بس انا لو هتاخد رايي انا شايف 207. انا بحب الاتنين، بس 207 اثر فيا اكتر، و207 عشت مع الابطال اكتر. ورغم زي ما قلت برضو عيوب 207 اكتر بكتير من ما وراء الطبيعه، لان ما وراء الطبيعه برضو مخرج تقيل قوي. عمرو سلامه بالنسبه لي ده شايفه دفاعاته قليله جدا عندنا في مصر، تقنيا والكلام ده كان احسن بكتير من 207. بس 207 زي ما قلت انا يهمني القصه احسن بكتير، عشت مع البطل اكتر، وشفت محمد فراج برضو بصراحه عمل شغل عظيم بصراحه. يعني زي ما احمد امين عمل شغل عظيم، محمد فراج بصراحه عمل شغل تقيل قوي طول المسلسل، عمال يمثل. طبعا احيانا كانت بتفلت منه، بس ده كان بسبب الناس اللي معاه يعني. بس كده يا جماعه، ما وراء الطبيعه احسن او 207 على احسن، في النهايه احنا كمشاهدين نستفاد من حاجه زي دي وبنتبسط لان احنا عندنا حاجات اكتر بنقارن فيها، واتمنى نعمل حاجات اكتر واكتر واكتر ونقعد نقارن اكتر، لان انا سعيد جدا بوجود عملين رعب في اخر فتره ونقدر نواجه بيها اي حاجه بره، لان بغض النظر عن ديفوهاتنا فحاليا الاعمال بره بتحتضر، فدي فرصتنا ان احنا نعمل اي حاجه حتى لو بسيطه، حتى لو بامكانياتنا المتواضعه. دي حاجه كنت عايز اتكلم فيها. وطبعا الفتره الجايه هتلاقوني بتكلم على الموسم الثاني 207، وبرده ايه اخبار الدنيا، ايه اللي هيحصل، المصير برده ما وراء الطبيعه الموسم الثاني والكلام ده كله. بس كده يا جماعه ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من الكابوريا ستيشن. أز كابوريا أز كابوريا لو أزوني المجا فيجا فيجا دي ما تنسى.